أشقائي الكرد صباح النور. قولوا لي ليش انتم تزعلوا لما تسمع واحد عربي من العراق يقول لك بأن كركوك عربية؟ ليش بتزعلوا؟ ما هم العرب دول يباتوا ليلة واحدة في أي بلد، بكرة الصبح يقولوا عنه عربي. فندق، بلد، مدينة، حمام، أي شيء يقضي فيها ليلة واحدة، بكرة الصبح يقول إنه عربي. إحنا في المغرب بيقولوا المغرب العربي. المغرب العربي يقولوا لهم ما احنا قضينا زمان وسنوات وإحنا بنقول لهم يا اخواننا ده المغرب مش عربي، تونس مش عربية، الجزائر مش عربية، ليبيا مش عربية، مصر مش عربية، سوريا مش عربية، الأردن مش عربية، ما أعرفش إيه، يعني كله مش عربي. وهم ملحين على إنه كل شيء توصل إيدهم له هو عربي. نعمل لهم إيه؟ مجانين، مجرد مجانين. فكركوك دي المسكينة هي كمان بتعاني من نفس جنون العرب هؤلاء، عرب العراق. كركوك دي موقعها في شمال العراق، شوية قريب للوسط ولكن أكثر منها قربا للشمال من الجنوب. بمعنى جغرافيا أصلا هي تنتمي لمنطقة كردية، والعراق أصلا مش بلد عربي يعني، فإزاي كركوك تكون عربية؟ وإزاي كركوك تكون تركيا مثلا هي كمان حسب منطق أنقرة؟ إزاي؟ ففي التاريخ الترك اللي جو هناك لكركوك جابتهم الامبراطوريه العثمانيه عشان يكونوا موجودين في المنطقه، ولانه المنطقه كركوك دي كانت يعني صله وصل يعني ما بين انقره وبغداد، هي كانت في طريقها الى بغداد، يعني مساله استغلال موقعها الجغرافي. فاذا كانت كركوك ليست تركيا العراق أصلا كله مش بلد عربي، فإزاي تكون كركوك عربية؟ يا إخواننا الكرد أنتم كرماء كتير ومتسامحين كتير وتتنازلون كتير وعايزين تعملوا استفتاء وفوق هذا الشيء العراق مش عايزة استفتاء، لأنه ليس من الدستور في شيء، لأنه غير شرعي، لأنه استيلاء على كركوك. يا اخواننا العرب اخجلوا شويه من انفسكم، ما كل شيء صار عربي 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 عربي. حتى المانيا بعد سنوات لو وصلتوا لها يعني حتعملوا منها بلد عربي، وباريس بعدين تصير هي كمان عاصمه عربيه، كما لما تقولوا عندنا الرباط عاصمه للثقافه العربيه، وقسنطينه ايضا في الجزائر، والقدس كمان عربيه، كل شيء عندكم عربي عربي. دول مجانين اخواننا الكرد، دول عرب مجانين، ما فضلش الا شيء واحد يسموه عربي، وجهنم. جهنم إن شاء الله اللي يروحوا لها كاملين، العنصريين، أنا أقصد منهم العنصريين المجانين دول. ما فضلش شيء واحد إلا جهنم، لازم يقولوا هو عربي. أما الجنة خلاص هي عربية كمان، والله مجانين يا أخواننا فيقوا. كركوك دي كردية كردية كردية، حتى صدام حسين المقبور الملعون هو نفسه اعترف بأنها كردية. فليش العرب دول المتبقيين في العراق بيصيحوا كركوك عربية ومش ممكن يوقع فيها استفتاء؟ الاستفتاء يعني هدية لكم. لو أنا كنت محل الكرد والله ما عملت فيها استفتاء، أضمها للأراضي الكردية الأخرى لأنها كردية وخلاص وسلام. يلا اصبروا عليهم يا اخواننا الكرد، دول العرب مجانين. والترك بلاش، دائما كانوا همجيين، دائما كانوا يروحوا لأوروبا الشرقية يعملوا فيها غزوات ويجيبوا الشقروات من هيك ويعطوا للسلطان الحريم، يملأوا له الحريم بالشقروات. الله يلعن دينكم وإيديولوجيتكم يا حمير. خلوا شعوب الله في أمان، خلوا الشعب الكردي يرتاح منكم شوية ومن الإيديولوجيا بتاعتكم دي الملعونة. أيها الكرد لا تتنازلوا عن أي شبر من أرضكم، كلها كردية. سلام.